السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل الغرزه اللي انتوا شايفينها دي. الغرزه دي سهله جدا، تكرار سطرين بس. تنفع في كوفيه وتنفع في سكارف دائري او سكارف يعني يكون على قد الرقبه بس، لو مش حتى هتلفيه لفتين. تنفع ان هي تكون شال مستطيل، هتكون حلوه. تنفع كمان في الملابس، وممكن كمان تتعمل مفرش، هتبقى حلوه. لو مفرش برضو مستطيل هتبقى حلوه قوي. فليها استخدامات كتير قوي. انا عملت بخيط هيمالايا افري داي، فبرضو على حسب المشروع اللي هتعمليه هتختاري نوع الخيط. وهشتغل بمقاس ابرة رقم 5. تمام، فانتي تشوفي المقاس المناسب للابرة، ومعاكم في الكومنتات لو عايزين تسألوا على اي حاجة. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل الغرزة ازاي. اول حاجة هعمل عقدة البداية، وبعد كده هبتدي اطلع بمضاعفات رقم 6. يعني هكرر رقم 6 لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه او للعرض اللي انا عايزاه. فانا هعمل 24 سلسلة، يعني هعمل 6 لحد ما اوصل لرقم 24 كمثال ليكوا. وانتوا حسب بقى ما انتوا عايزين تشوفوا هتعملوا كام سلسلة. كده انا عملت 24 سلسلة، وهبتدي اسيب اول 4 سلاسل من ناحية الابرة. هسيب كده 1 2 3 4، يبقى هسيب اول 4 سلاسل، وفي الغرزة الخامسة هدخل فيها. انا كده سبت اهو 1 2 3 4. هلف الخيط على الابرة وهدخل في السلسلة رقم 5. هسحب الخيط، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة. هلف واخرج من اول لفتين، هلف تاني واخرج من تاني لفتين. كده بقى عندي اول عمود بلفة، وهنعتبر طبعا ان السلاسل اللي سبناها دي معانا عمود. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلفة، وهلف واروح في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلفة، وهكمل كده لاخر السطر. على حسب ما انتي بادئه العواميد بتاعتك هتعملي لحد اخر السطر عواميد بلفة كلها. نخلص لنهاية السطر ونرجع تاني. انا كده عملت كل العواميد بلفة، كده عندي 21 عمود. بعد كده هرتفع بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية، وهبتدي ادخل بغرزة حشو في اول سلسلة هتقابلني، او في اول راس عمود هتقابلني. تمام كده، ادي اول غرزة حشو. بعد كده هروح في اللي بعدها اعمل غرزة حشو، بدخل تحت الحلقتين اعمل غرزة حشو. اللي بعدها ادخل اهو تحت الحلقتين كده واعمل غرزة حشو. انا كده عملت 3 غرزة حشو. بعد كده هعمل عمود امامي، هلف الخيط على الابرة وانزل في العمود ده، ادخل كده من وراه في الفراغ واطلع من الناحية التانية، بحيث ان هو يبقى على وش الابرة. تاني كده عشان لو اول مرة تعمليها، الف الخيط على الابرة وانزل في العمود ده، ادخل في الفراغ اللي قبله والف الابرة كده تحتيه، واطلع تاني من الفراغ اللي بعده، واسحب الخيط من وراه برضو. وهيبقى عندي 3 لفات على الابرة. هلف واعمل عمود بلفة عادي خالص، اطلع من اول لفتين وهلف الخيط تاني واطلع من اخر لفتين. هكرر تاني واعمل عمود بلفة في العمود اللي بعده. هعمل برضو عمود امامي، ادخل كده في الفراغ اللي هو قبل العمود واجيبه كده اخليه على وش الابرة، واخرج كده من الناحية التانية من الفراغ اللي بعده واسحب الخيط من وراه واعمل عمود بلفة عادي خالص زي ما احنا متعودين. اخرج من اول لفتين والف واخرج من اللفتين التانيين. هعمل كمان مرة، يبقى انا بعمل 3 عواميد بلفة امامي. هسحب كده واخرج من ظهر العمود واعمل عمود بلفة. كده انا عملت 3 عمود امامي. بعد كده هاجي في الغرزة اللي بعدها على طول واعمل غرزة حشو. هدخل كده تحت الحلقتين واعمل غرزة حشو. اللي بعدها اعمل غرزة حشو، والتالتة اعمل فيها غرزة حشو. بعد كده هيقابلني 3 عواميد بلفة، هعمل فيهم برضو 3 عمود بلفة امامي. هلف الخيط على الابرة وادخل كده من ورا العمود واطلع من الفراغ اللي الناحية التانية واسحب الخيط واعمل عمود بلفة امامي. هروح بعد كده في العمود اللي بعده برضو ادخل كده بنفس الشكل واخليه على وش الابرة واعمل عمود بلفة. بعد كده اسحب الخيط وادخل من ورا العمود واخليه على وش الابرة واعمل 3 عمود بلفة. بعد كده هكرر تاني واعمل 3 غرزة حشو في كل غرزة هتقابلني. 1 2
تلاتة. وهكرر تاني واعمل 3 عمود امامي. هدخل كده 1 2 3. بعد كده هعمل 3 غرزة حشو. ادي اول غرزة 1، التانية 2، هيبقى عندي في اخر السطر 3، واللي هي هتبقى سلسلة الارتفاع هدخل فيها واعمل غرزة حشو. انا كده ماشية مظبوط، عندي 3 غرزة حشو في اخر السطر، وده الشكل بتاعي النهائي. هيبقى كده لسه هتبان في السطور اللي جاية. هطلع برضو بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية. السطر ده هيكون سهل قوي بقى، كله هيبقى غرز حشو، وده هيبقى تكرار بعد كده معانا في السطور اللي جاية. هعمل في اول سلسلة هتقابلني غرزة حشو، واخش اللي بعدها واعمل غرزة حشو. وناخد بالنا انا بدخل تحت الحلقتين، بصوا الحلقتين اهو بتوع الغرزة، واسحب واعمل غرزة حشو، وهكمل لنهاية الدور ده. وهيبقى الدور عندي كله غرز حشو بدخل فيها تحت الحلقتين بتوع العواميد اللي انا عملتها، وغرز الحشو اللي انا عملتها في السطر اللي فات. خلاص، فهنكمل كده لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، وده الشكل عندي اهو. عملت كله غرز حشو. السطر اللي بعده هرتفع بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية، وهبتدي اكرر السطر اللي قبل اللي فات. هعمل 3 غرز حشو في اول 3 غرز هيقابلوني، 1 2 3. بعد كده هعمل عمود امامي برضو زي ما كنت بعمل. هلف الخيط كده على الابره، وهنزل في العمود اللي انا كنت عاملاه في السطر اللي فات اهو، اللي قبل اللي فات، وهلف الخيط كده اهو واعمل عمود بلفه. اللي بعده هلف الخيط وانزل في السطر اهو اللي قبل الاخير اللي انا لسه كنت عاملاها، هسيبه وبنزل في العمود اللي تحته واعمل عمود بلفه. اروح في العمود اللي تحته اهو واسحب. هو في الاول ممكن تحس ان انت لسه ايدك مش واخده عليه ومش عارفه تجيبيه، بعد كده هتلاقي خلاص ايدك خدت عليه وبقى سهل. بصوا ده شكله تمام. بعد كده هروح اعمل 3 غرز حشو في ال3 غرز اللي هيقابلوني، 1 2 3. بعد كده هكرر واعمل 3 عمود امامي. هنزل اهو تحت. طبعا احنا السطر ده اللي كنا عاملينه الاخير، فبنزل تحت شويه بحيث ان انا الاقي العمود اللي انا عاملاه اهو، واسحب واعمل عمود امامي. الف الخيط واروح في العمود اهو اللي بعده واسحب واعمل عمود امامي. بتدي شكل تحفه جدا. لما بتطلعي بسطور بعد كده هتلاقي شكلها بيبان وتبقى حلوه قوي، وغرزة مميزة وشكلها مختلف جدا. بعد كده هبتدي اعمل في الغرز اللي هتقابلني بعد كده 3 غرزة حشو، وبكرر بنفس الشكل كده 3 غرزة حشو، وبعد كده 3 عمود امامي لحد ما اوصل لنهاية الدور. هعمل بعد كده اهو 3 عمود امامي، وبعد كده 3 غرز حشو كده لنهاية الدور. وده الشكل عندي، شايفين ده شكل عندي كده السطور اللي انا طلعت بيها. بعد كده هرتفع بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية، وهكرر السطر اللي قبل اللي فات. هبتدي اعمل غرز حشو في كل الغرز. هدخل كده هعمل غرزة حشو، اروح في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، اللي بعدها واعمل غرزة حشو. ولو انتي حاسة ان انتي في حاجة عندك مش مظبوطة عدي غرزك علشان تتأكدي ان انتي ماشية صح ومدخلتيش في اي غرز زيادة. هنفضل ماشيين كده لنهاية الدور لحد ما نخلص ونعمل كل السطر ده غرز حشو. وده يعتبر كده ظهر الشغل. بيبقى من الظهر هنا اهو بنشتغل غرز حشو، والوش بنشتغل اللي هي الغرز العمود الامامي. نخلص الدور ده ونرجع تاني. وصلت كده لنهاية الدور وعملت في السطر كله غرز حشو، وده الشكل معايا بتاع ظهر الغرزة. بعد كده هرتفع بسلسلة وهكرر تاني نفس الطريقة بتاعت السطر اللي قبل اللي فات. هبتدي اعمل 3 غرزة حشو، 1 2 اللي بعدها واللي بعدها 3، وبعد كده هعمل عمود بلفة امامي. هنزل في السطر اللي هسيب السطر بتاع غرز الحشو وانزل في السطر اللي بعده تحت، وادخل في العمود اللي عندي ده واسحب واعمل عمود امامي فيه،
واكمل العمود اللي بعده، ادخل كده من تحت العمود واسحب واعمل العمود اللي بعده، وتالت عمود عندي برضو هدخل من تحته كده او من ظهره واسحب واعمل تالت عمود امامي. بعد كده هروح في الغرز اللي بعدهم واعمل 3 غرزة حشو. ادي كده 1 2 3، وارجع تاني عند العواميد بلفة واسحب وادخل من ظهر العمود كده واسحب كويس، اطمن ان مفيش اي خيط متعلق وانا شغالة، والف واروح في العمود اللي بعده. بصوا الابرة بتروح وتيجي ازاي، انا كده ماشية صح، انا كده في ظهر العمود مظبوط، مش داخلة في حتة غلط. بصوا بسحب بخش بس من تحت العمود، انما لو بصيت في الظهر كده الابرة عندي بصوا مش باينة من الشغل، شايفين مفيش حاجة باينة، انا يدوبك بدخل بس من ظهر العمود اللي انا كنت عاملاه واسحب كده واعمل عمود بلفة. بصوا الشكل عامل معايا ازاي، شايفين الشكل. نكمل بقى بنفس الطريقة وهبتدي ارتفع بسطور، يبقى دور بنعمل فيه 3 غرزة حشو وعواميد بلفة امامي في الوش بتاع الغرزة، والدور اللي بعده بقلب الناحية التانية واشتغل غرز حشو في كل الدور. نطلع كده بسطور ونشوف شكل الغرزة معانا هيبقى عامل ازاي. كده طلعت بكذا سطر، بصوا ده شكل الغرزة بعد ما طلعت بالسطور اللي طلعت بيها. بصوا شكلها جميل ازاي، شكلها حلو قوي ورقيق وبسيطة جدا وسهلة، واعتقد ان هي يعني مش هتغلبكم كتير في الشغل، هي تكرار سطرين بس. بصوا ده الظهر بتاعها، فحلوة جدا بجد، الغرزة عجبتني قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم انتوا كمان. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. شكرا لمتابعتكم معايا.